بصوا، شايفين الجمال؟ هاي يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا، فيديو النهارده هيبقى فيديو احنا هنلبس ايه مع بعض، وهنعمل ميك اب سريع للخروجات السريعه، وهننزل نروح مكان اسمه بانهوم. بانهوم ده اللي معرفوش، هو عباره عن ستور كبير كده، فيه حاجات من البيت، من اوض نوم وانتريهات وحاجات من دي وحاجات المطبخ. انا نازله رايحه اشوف المطبخ. المطبخ مش عاجبني خالص خالص اليومين دول. مش مترتب، مكركب، وفي حاجات كده مش مريحه عيني. ايه، تعالى هوريهولكم. بصوا، ده منظر المطبخ عندي. فالحاجات اللي هي اللي قدام دي مش مريحاني خالص، بتعصبني. يعني انا اصلا المطبقيه دي، بصوا المطبقيه دي مش عاجباني خالص. عايزه اجيب اللي هي برجول، واللي هي دورين، بتصفي الميه، بتصفي الاطباق احسن. يعني دي كل لما اجي اغسل، بصوا شوفي في لسه الميه اتصفت اهي. عاوز بقى اشيلها واصفي الميه وامسحها واحطها تاني. فعايزه اجيب بقى المطبقيه اللي هي برجول، وكمان يبقى شكلها ايه الطف من دي، مش عجباني خالص. وعايزه اجيب شياله القطاعات والصواني. وشوفوا ده مضايقني منظر، حاجات كتيره فوق بعضها كده. فعايزه اجيب حاجه مثلا زي العلاقه اللي هي بتتعلق طويله دي، بتتعلق دي، واحط يعني عايزه حاجات مريحه للعين. وبرضو هنا في منظمات، في حاجات انا عايزه احطها. يعني مش عايزه احط حاجات على الرخامه، يعني مش عايزه ايه يبقى الرخامه كده مشغوله. برضو المنظم بتاع الغسول وكده عايزه اجيبه. وهنا عايزه اجيب العياشه اللي بنحط فيها العيش وكده. فبصوا منظر إيه، مش مريح عيني خالص. وكمان عايزه اجيب ايه ديكورات بسيطه، يعني زي بتاعت زرعة برواز كده، حاجة زي باب المطبخ. يعني ايه الواحد يدخله تبقى نفسه مفتوحة كده. ولا انت رأيكم؟ انا عايزاكم بقى تقولولي، يعني تقترحوا لي حاجات اشتريها. يعني قولوا لي في الكومنت حاجات اشتريها تخلي المطبخ شكله حلو، وبنفس الوقت ايه الموضوع يساعدني وانا بعمل المطبخ وبعمل الاكل وكده. فاقترحوا. انا نازله النهارده هتفرج، هاخد فكرة، هشوف الحاجات اللي موجودة وهشوف الأسعار. ولما اجي بقى المرة اللي جاية بقى انزل اشتري. فمش هشتري غير لما تقولي في الكومنت ايه يعني اقتراحاتكم وكده. تمام، هستنى اقتراحاتكم، اوعى تنسوا انزلوا قولوا دلوقتي. هلبس العباية دي، مش عارفة ظاهرة ولا لأ. مم. وبيجي معاها البنطلون بتاعها ده. فحاساها تبقى حلوة وشيك، وفي نفس الوقت مريحة في الخروجة. فيلا نلبسها سوا. لبسنا الحزام ده، حلو ولا لأ؟ بسيط وعملي، وفي نفس الوقت انا بحب الحاجات السيمبل. انا بحب الستايل ده. فنيجي نعمل مع بعض بقى الميك اب. هنعمل ميك اب اللي هو ميك اب سيمبل برضه. فيلا بينا. بس الطرحه دي كده مؤقتا لحد ما ايه ما اعمل الميك اب، لان لما بلبس الطرحه واجي اعمل الميك اب بلاقي الطرحه اتبهدلت، بقت مبقعه من كريم المرطب، ومبقعه من الكونسيلر، ومن يعني من الميك اب عامه يعني. فبريح دماغي. اول حاجه الاول هنحط الايه المرطب والسان سكرين. وبعد كده بقى ايه نحط الحاجات التانية. فالمرطب اهو. لما نيجي نحط المرطب والسان سكرين نسيبهم شوية، يعني لحد ما البشرة ايه ما تشربهم كده. اوف، هنا بنت مخربشاني فحرقتني. اه، بمناسبة بنتي بقى، في بنهوم هم اصلا طبعا هيجوا معايا. ففي بنهوم بقى ايه عاملين حركة حلوة جدا جدا عجبتني يعني. عاملين كيدز اريا للاطفال كبيره، يعني كمان مش صغيره، كبيره مجاني. الاطفال، اي اهل او اي حد معاه بيبيز واطفال بيودوهم هناك في الكيدز اريا دي، وفيها سيكيورتي وكده. بيودوهم الكيدز اريا دي لحد ما بيتفرجوا ويخلصوا اللي هم جايين يخلصوه، ويروحوا ياخدوا اطفالهم من الكيدز اريا دي مجاني من غير اي فلوس. غير كمان ان هم كمان عاملين سينما للاطفال. بس للاسف سينما الاطفال دي ما فيهاش سكيورتي، مش بودي بناتي فيها بصراحه. فهي بالنسبه لهم اصلا دي خروجه حلوه. يعني نحط السان سكرين، شايفين السان سكرين ده جاي وبيحط لك يعني الغطا ده، التجويف ده. المفروض الكميه اللي انت بتحطيها في اليوم، يعني بتمليه بقى وتحطيه منها. بس انا ما بعملش كده، ما عنديش خلق الحاجات دي. العصر بيأذن. نحط كده. تمام. كريم، صن
خربوشة بتحرقني والله، باينة كنت مخربشاني لما برضوش اعمل لها حاجة او بقول لها نوع على حاجة معينة. بعد كده هنحط الكونسيلر ميبيلين فيت مي، بس انا بحط بقى ايه كونسيلر في اماكن معينة كده، اللي هو ايه يا دوبك ايه يخفيلي العيوب شوية وخلاص، يعني الخضار ده والسواد ده من هنا ومن هنا كده كده. لكن ما بحطش فاونديشن، بس بحط كونسيلر. شايفين الكونسيلر اللي احنا حاطينه اللي هو فاونديشن يا جماعه، لو في الاول بقول لكم ما بحطش كتير. نضحك على نفسنا اهو. طبطب بقى، نطبطب كده بالبيوتي بلندر، بالبلندر ونطبطب كده بس كده. هنعمل حواجبنا، انا بحب الحواجب التخينه اوي. مش معنى كده. بعد كده بحط بقى ايه البلاشر ده من شيجلام هنا، بوم بوم بوم. بحط بقى تحت فوق عيني من هنا مع بلاشر، بلند 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 بلند. عندنا هنا اعمل بقى ايه ليب كومبو. احط بقى الكحل، احط ماسكارا، احط ماسكارا من فوق كده. نفس الموضوع هنا. بصوا ده اللي كنت بقول لكم انا شايفيه. ليب جلوس حاجه نفسها. الحركه بقى بعملها كانه هايلايتر، هايلايتر بالرموز. بصوا شايفين الجمال، ولا بقى نجيب هايلايتر مخصوص ولا اي حاجه. بصوا هايلايتر والله بيدي لمعه جميله وفي نفس الوقت بيدي اللون. هايلايتر يا بنات من غير ما تشتروا هايلايتر، انا دايما بعمل الحركه دي. بس كده هنعمل بقى ايه الطرحه. ماشي، نلبس الاول الاكسسوارات دي، الخاتم ده وده ممكن نحطه هنا. شكلهم حلو صح. ونلبس الساعه دي بكل جولد. وهلبس السلسله دي. تمام. نلبس بقى الحجاب. بصوا بقى في توتوريال الحجاب انا بسيب طرف كده على الحرف، باخده من على الحرف هنا كده، وباخد الطرحه دي الطرف التاني من النص كده، وبعملهم مع بعض بدبوس كده. جربت الدبابيس اللي هي بتبقى عامله زي المشبك كده، ما فعلتش، ما نفعتش معايا خالص يعني، بتتفك وبتطلع من الطرحه بسرعه قوي. معرفش انا اللي استخدمتها غلط ولا هي اللي كده، يعني لو حد استخدمها يقولوا بيستخدمها ازاي، لان والله الدبابيس دي بتبوظ الطرحه
بس هي اللي بتمسك الطرحه، نعمل ايه طيب؟ وبعد كده بقى باخد كده برجعها لورا بقى. ها، طرحه طويله بس شويه، برجعها بقى لورا كده، فبتبقى لوز في نفس الوقت، بتبقى حلوه. هي كده كده نكون خلصنا وجهزنا للخروجه. شكل الاوتفيت بعد ما خلصنا حلو ولا لا؟ هاي هاي. وصلنا كده بنهوم، فيلا نودي البنات ايه الكيدز اريا ونشوف احنا بقى عايزين ايه. بصوا بقى، من حظي ونصيبي، يعني نصيبي الحلو ان الكيدز اريا بيعملوا فيها تعديلات ومقفوله. بصوا، الحظ الجميل، الحظ الجميل ان انا يوم ما اقرر انزل يكونوا بقى بيعملوا تعديلات في الكيدز اريا والمنطقه بتاعه الاطفال. اودي البنات فين؟ هيطلعوا عيني. حلو قوي دي في رمضان، تحطوا فيها العصير، حنفية تفتح، ومع الكوبايات والقعدة بتاعتها والصينية بتاعتها. 89 درهم، بس حلو قوي، جميلة. ده بس اللون الأسود منه أحلى. ده جميل، حلو. بس الغطا لوحده يوجع ايدي. انا بقى الحاجات الفرادوني، بس انا برضو مانيش لاقيه المنظمات. دول البرطمانات بتاعه التخزين، دي بتاعه المكرونه، البهارات والعدس والحاجات دي. كام؟ 19 درهم. شوف مش غاليين. التلاتة دول الحاجات الكبيرة حلوين برضو، 11 درهم، جمال. دي الحاجات اللي مثلا ام علي والكيك والحاجات دي. دي المطبقية اللي انا بقولكم عليها اهي، بقعدة وبدورين، واحد وفوق، بصفاية هنا كمان لوحدها اهي. وفي كمان اوبشن اللي هي دي عجباني جدا، دي حلوة، فيها المعالق والاطباق، وتحت هنا للطاسات والحاجات الصغيرة. دي حلوين الاتنين دول، حلوين. بس اللي عندي بس بلاستيك بقى دورين، عملها دورين بدل ما تبقى دول. نجيب ده كمنظم، نرص عليه الازاز والحاجات اللي بالعسل وعلب العسل والحاجات دي المحطوطة على الطبق. ممكن فول حاجات وهي حلاوتها. طب في برضو الحاجات دي، انا مش عارفه يعني، ما مش لاقيه اللي انا عايزاه. تكون جوله سريعه بقى بما ان احنا ما لقيناش اللي احنا عايزينه. بس الديكورات تحف، حاجات تحف. قسم للحفا والملايات، دي كلها تحف، ديكورات. شوف السرير ده تحفه، انتريهات، الايه، انتريهات كلها السفر. كل حاجه انتوا عايزينها فيه، بس ما فيهوش الحاجات اللي انا عايزاها. الحديقه كل حاجه موجوده هنا بصراحه. يويا تعال. مكان كبير مليان حاجات، في حاجات الدنيا، بس ما فيهوش الحاجات اللي انا عايزاها. او ممكن تكون الحاجات موجوده بس مش شايفاها، مش لاقياها، علشان خاطر كتر الحاجات اللي موجوده. مش عارفه، انا عايزه منظمات وخلاص يعني. فبس انا تعبت من التدوير بصراحه، فهلف لفتين كمان و اللهم صل على النبي، وخلاص على كده. بس انا عايزاكم في الكومنت تكتبوا لي يعني نصايح او حاجات معينه ممكن اعملها في المطبخ تخلي المطبخ بتاعي شكله حلو. انا مش هشتري حاجه غير لما تكتبوا لي وكده، اشوف كومنتاتكم واشوف ايه اللي يناسبني واشتريه، وبعد كده بقى هوريكم اللي انا اشتريته. ماشي، يلا باي باي.